ولما نقول لحضراتكم ان دي ابناء الجالسين على العرش بالصور المختلفه كمراحل مختلفه في تاريخ مصر، من الامير محمود ومحمد طوسن وصديق والامير رشيد ونصدي وغيرهم من يعني الاسره الملكيه، لكن هنا فاطمه بنت اسماعيل. الأميرة فاطمة بنت إسماعيل هي ابنة الخديوي إسماعيل بن إبراهيم، وولدت في السادس من يونيو سنة 1853 كما يتضح أمام حضراتكم. هي دي الأميرة فاطمة اللي حضراتكم بنسمع عنها كتير وبيتغنوا باسمها كجزء من الاهتمام بالتعليم. يعني دي المجوهرات الأميرة فاطمة اللي اتبرعت بيها لجامعة القاهرة أو لإنشاء جامعة القاهرة سنة 1914، وده كان على سبيل المثال اللي في أقصى اليمين ده عقد من الزمرد وفي 18 قطعة يعني من أحجار الماس، وده سوار من الماس والعديد من يعني المجوهرات التي أهدتها لتنشئ الجامعة المصرية سنة 1914. ده هنا بنتكلم على من أول الخديوي إسماعيل وشجرة الذرية حتى وصلنا إلى يعني في قمتها كان النهاية أو الختام العصر الملكي بالملك فاروق. ده بورتري رائع جدا للأميرة فاطمة إسماعيل كما يتضح أمام حضراتكم، ويعني العديد من الحلي المختلفة. ولا زلنا مع حضراتكم في يعني ذاكرة التاريخ داخل متحف الأميرة فاطمة بنت إسماعيل.